2 ماشيين بالعربية في طريق مقطوع، بيضحكوا ويتكلموا وكأن كل حاجة تمام. لكن فجأة الضباب الكثيف بدأ يظهر من العدم ويغطي الرؤية تماما. السواق بيحاول يسيطر وفجأة بيخبطوا حاجة. العربية بتقف والراجل بينزل وهو خايف عشان يشوف ايه اللي حصل وسط الضباب ده. هده ووقف، وفجأة بنسمع صرخاتها المدوية اللي هزت المكان كله، وقبل ما يستوعب بيترمي جسمه بقوة على إزاز العربية. في اللحظة دي ومن وسط الرعب والدم ده بيظهر عنوان الحكاية اللي هتغير كل موازين ميستيك فولز، وهي مذكرات مصاص دماء. بيظهر ستيفن سالفاتور، هو بيعلنها صريحة: أنا جيت ولازم أقابلها مهما كان التمن وأتعرف عليها. ستيفن مش بس راجع للمدينة، ده راجع عشان يواجه قدره اللي مستنيه في عيون إلينا. في نفس الوقت بنشوف إلينا غرقانة في حزنها وهي بتبص لصور أهلها اللي فقدتهم، وبتحاول تلاقي مهرب في مذكراتها وهي بتكتب عشان تنسى، وهو موجود عشان يبدأ حكاية جديدة والاتنين يجمعهم وجع الماضي اللي لسه محفور في قلوبهم. بمجرد ما خطت رجله عتبة المدرسة الزمن وقف. الكل بيسأل مين الشاب الجديد ده. بوني بحستها اللي لسه مش فاهماها حست إن فيه خطر جاي، ومات كان بيراقب من بعيد بحسرة وهو شايف إلينا مشدودة للشاب الجديد. وطبعا كارولين فوربس لازم تكون في الصورة، حضن مليان مشاعر مختلطة وضحكة بتحاول تداري بيها فضول قاتل. الكل فاكر إنها مجرد سنة دراسية مملة، بس الحقيقة إنهم كلهم بقوا جوه لعبة بدأت من سنين طويلة والملك بتاعها لسه واصل حالا. الدراما بتبدأ تزيد وتدخل في حتة تانية خالص لما إلينا بتدخل ورا أخوها جيرمي الحمام. عينيها كانت مليانة شك وخوف وهي شايفاه بيضيع نفسه تاني في سكة المخدرات، وبتحاول بكلماتها تنقذ اللي فاضل منه قبل ما الوقت يفوت. في الممر بنشوف بوني اللي فجأة قلبها انقبض وحست برعشة غريبة أول ما ستيفن مر من جنبها. إحساس مجهول مش قادرة تفسره، كأنها شافت سر مش المفروض حد يعرفه أو خطر بيقرب ومش قادرة تحدده. أما كارولين فكانت في عالم تاني خالص من السعادة. أول ما شافت ستيفن بدأت ترسم أحلامها مع الشاب الجديد اللي سحرها بجماله وتقله. وفجأة وإلينا وهي خارجة من الحمام في قمة ارتباكها بتخبط في ستيفن وجها لوجه. ستيفن بيبتسم بهدوء قاتل وبيسألها: مش ده حمام الرجالة؟ إلينا بتتلعثم من الكسوف وترد بسرعة وهي بتجري: بس لأ، أصل القصة طويلة، هبقى أحكيها لك مرة تانية. وبتمشي وهي مش عارفة إن الخبطة دي هي بداية لحكاية حب وخطر ما كانتش تتخيلهم أبدا. فجأة الدنيا بتتحول لكابوس. إلينا عمالة تجري وسط المقابر وهي مرعوبة من الغراب بيلاحقها وكأنه بيراقبها، والضباب عمال يزيد ويخنق في كل مكان، وبتجري واتكعبلت في جذع الشجرة. وهنا فجأة بيظهر ستيفن من وسط العدم وبيقول لها: انت بخير؟ إلينا بتسأله بشك: انت كنت ماشي ورايا؟ بيرد عليها بكل هدوء وثبات: لا، أنا لسه شايفك بتقعي دلوقتي. ترجع وتسأله تاني: أمال انت كنت بتتمشى هنا صدفة في المقابر؟ قال لها: لا برضو، أنا هنا كنت بزور أهلي. إلينا هنا بتحاول تداري كسوفها وخوفها وبتقول له: أنا أسفة، أصل الضباب بيخليني أفقد أعصابي، ومن شوية أنا شفت طائر زي الغراب كده. عموما أنا بجد أسفة جدا، أنا إلينا. وأنا ستيفن. قالت له: عارفة، درسنا مع بعض حصة التاريخ. قال لها: أيوة، الإنجليزي والفرنساوي. بيقطع الكلام ويقول لها: شكلك اتعورتي. إلينا بتقول: معرفش. بترفع رجل البنطلون وبيظهر جرح بينزف، وهنا بيحصل التحول المرعب. ستيفن أول ما بيشوف الدم ملامح وشه بتتغير وعروقه بتظهر بوضوح تحت عينيه، وعينيه بتقلب لسواد
رجع ستيفن لعمه زاك، وهنا بص زاك لستيفن وقال له المدينة كانت هادية بقالها سنين ومحدش كان بيسمع عن حوادث، ومن ساعة ما رجعت والجرايم بدأت تظهر تاني. ستيفن بيقول له ببرود مش أنا اللي ورا الجرايم دي يا زاك، وأنا مش محتاجة أبررلك وجودي هنا، أنا رجعت عشان عندي سبب ومش ناوي أمشي دلوقتي. زاك قال له بنبرة تحذير أخيرة أنت عارف إنك مش هتقدر تغير حقيقتك، ووجودك هنا هيفتح أبواب كتيرة، رجوعك لميستيك فولز كان أكبر غلطة عملتها. ستيفن دخل أوضته والهدوء مالي المكان، ملامحه كانت مشتتة كأنه بيدور على إجابة لسؤال جواه. قرب من الدولاب وفتحه وطلع الكتاب، إيده كانت بترتعش وهو بيلمس الكتاب، وبحركة سريعة فتحه وظهرت المفاجأة اللي مخبيها عن الكل، صورة لكاثرين، ودي النسخة الأصلية من إلينا. ستيفن فضل باصص للصورة بذهول وهو مش مصدق أن الماضي رجع يطارده تاني في ميستيك فولز. الحفلة كانت مولعة في قلب الغابة، ضحك وأغاني ونار قايدة في كل حتة، وإلينا كانت واقفة مع ستيفن بعيد شوية عن الزحمة، بصت في عينيه وسألته بابتسامة رقيقة هو أنت ليه غامض كده؟ ستيفن كان لسه هيجاوب بس فجأة السكون قطع اللحظة. في الناحية التانية فيكي كانت ماشية لوحدها وسط الشجر بتترنح وهي مش واعية للي بيحصل حواليها من كتر الشرب. فجأة الضباب بدأ يظهر من مفيش، تقيل وبارد جدا، زحف تحت رجليها لحد ما خبى ملامح الأرض كلها. فيكي وقفت حست إن في حد بيراقبها، حد مش بشري. نادت بصوت مهزوز مين هنا؟ مفيش رد، بس صوت تكسير فروع الشجر كان بيقرب، وفجأة ومن وسط الضباب انقض عليها كائن مجهول زي البرق. في قلب الغابة جيرمي كان غرقان في خطبه وعمال يجري، وإلينا عمالة تجري وراه. فجأة اتكعبل وقع بوشه بكل قوته، وهنا قلبه وقف من الرعب. الحاجة اللي اتكعبل فيها ما كانش غصن شجرة ولا حجر، كانت فيكي، كانت مرمية جثة هامدة ورقبتها غرقانة دم. وإلينا مش مصدقة المنظر المرعب اللي قدامها، وحصل اللي ما كانش في الحسبان. كانوا فاكرينها إنها ماتت، بس فجأة فتحت عينيها وخدت شهقة نفس مرعبة. كل اللي في الحفلة اتجمعوا حوالين فيكي وهي غرقانة في دمها، والكل واقف مذهول ومش فاهم ايه اللي حصل. ومن وسط الزحمة ظهر ستيفن اللي أول ما شاف المنظر اختفى تماما. رجع ستيفن بسرعة غرفته محتار، يا ترى مين اللي عمل كل ده؟ دخل الغراب فجأة للغرفة، ستيفن بيلف الناحية التانية، لقاه هو ديمن، هو أخوه اللي مش شبهه خالص. ديمن بيتحرك ببرود في الغرفة. 15 سنة ما شفتكش يا ستيفن، أصله بحدة جاي ليه. ديمن بابتسامة أخويا وحشني. ستيفن بسخرية أنت ما بتحبش المدن الصغيرة. ديمن قرب منه بقيت أحبها. ستيفن بغضب إنك تسيب فتاة عايشة ده غباء. قال له مشكلة فعلا، بس ليك انت. رجعت ليه يا ديمن؟ أنا ممكن أسألك نفس السؤال بس أنا عارف الإجابة. إلينا. كارولين قاعدة في كافيه ميستيك فولز، وهنا بتشوف ديمن لأول مرة. ستيفن معرفش ينام غير لما يطمن على إلينا، وإلينا بهدوء تحب تدخل. الجو أدفى جوه. يا رب تكون الحلقة الأولى عجبتكم والبداية تكون حماسية زي ما أنا حاسة بيها. أنا نونو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك عشان أكمل باقي الحلقات، وأهم حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي، وأشوفكم الحلقة الجاية.